وسهلا عسلامة ومرحبا بكم. عملية اغتصاب تتداول فيها الصحف والمواقع الاجتماعية يظهر لي تونس يلزمها اون ثيرابي جينيراليزي وبلغة المسرح اون كاتارسيس لكل المجتمع، وكل واحد يختار طريقته، اللي بالاسطنبالي واللي بالطبيب واللي بالميديتاسيون. في كلمة، شعب تعب، شعب مريض، والسياسيين يتفرجوا في هالتراجيديا هذه. أنا نقول تحية للأمنيين ولأعوان الحرس والجيش على كل اللي قاعدين يقوموا به من عمل رغم الظروف ورغم الصعوبات ورغم الأوضاع اللي تعيش فيها البلاد ورغم كل الانتقادات. وللتذكير فإنه البارح تمت إحباط عملية إدخال سلاح من ميناء حرق الواد وكان باتجاه القصرين، ويبدو أنه الوسيط خذا 1000 يورو هكا في العملية. واليوم وزارة الداخلية أعلنت في بلاغ أنه تم القبض نهاية الأسبوع اللي فات على عناصر من كتيبة أبي بكر الصديق كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية. الحرس والديوانة بقابس يحجزوا قرابة 883 ألف يورو عند مواطن تونسي، وهو ما يعادل 1,943,000 دينار. برافو على المجهودات هذه الكل. سؤال نطرحوه الليلة ويكون موضوع نقاشنا: هل تهيأت تونس لعودة المقاتلين من سوريا؟ هل هناك استراتيجية؟ هل هناك عمل مع الخارجية وخاصة من وزارة الداخلية؟ هذا موضوعنا الليلة. ونحكي زادة على ملف القضاة المعزولين في حكومة الترويكا في وزارة نور الدين البحيري بين مطرقة القانون وسندان التوظيف السياسي. ضيوفي الليلة في البلاتو السيد تهامي العبدولي، كاتب الدولة السابق لدى وزير الشؤون الخارجية ورئيس حزب حركة الشعب. مرحبا بك. الحركة الوطني. مرحبا بك سيد تهامي. معنا زادة محمد قبيل بن رجب، رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج. يظهر لي نهارك اليوم ونهار استضافتك وتنجم تجاوبنا على السؤال. مرحبا. سي حبيب الزمالي، رئيس جمعيه القضاة المعفيين. مرحبا. شكرا. سيد هشام بوعبيدي، عضو المكتب السياسي لحزب الغد ورئيس تحرير جريده الغد. مرحبا بك. وزياد الهاني، الصحفي والمحلل السياسي. مرحبا زياد. مرحبا وسهلا. سيدي الرئيس، يشتمونك، يقولون لك ما لم تقل، ينتقدونك في الصباح والمساء، يشوهون الصوت والصورة، يؤلفون القصص والروايات، يبدعون في اختلاق الإشاعات، تعتيم على كل النجاحات وأكثر من كل هذا بكثير. حافظ على هذه الابتسامة. أولست القائل فوضى الديمقراطية خير من نظام الاستبداد؟ أولست صاحب كتاب إنها الثورة يا مولاي وكتاب دع وطني يستيقظ؟ إنها الثورة سيدي الرئيس وإن الوطن يستيقظ. وعلى رأي أحد كتاباتك: لعل الأقدام العربية تطأ أرض المريخ. إلخ إلخ إلخ، فصبرا وصبرا إن موعدنا الديمقراطية. الإمضاء سيهم بادي. هذه كما يقولوا كل فول له في نواره. ايش قولك زياد وانت اللي عندك موقف من رئيس الجمهورية وانت اللي رفع قضية ضده؟ هو كل صاحب سلطة أكبر اختل عليه وأكبر مضرف ليه هو من البطانة الفاسدة اللي حوله. البطانة اللي في عوض تنبهوا واللي في عوض تفيقوا للأخطاء اللي ممكن يقع فهمتني فيها، في عوض توقظوا باش يتحمل مسؤوليته فهمتني كاملة ويقلل فهمتني من العاثرة فهمتني نتاعو. هم يضعوا فيه فهمتني القصايد ويمدحوه بما ليس فيه، والنتيجة الأنام نتاعو تتضخم، الغرور نتاعو فهمتني يتضخم، والمصايب اللي تنجر عليه تتضخم ويتحمل هو في الاخر المسؤوليه. لكن اذا كان جيت تشوف في الواقع هذوما يتحملوا مسؤوليه كامله فهمتني معاه، لانهم جزء من المصايب اللي احنا قاعدين نعانيو منها. يعني ما تراش اللي هي ردة فعل نوعا ما على اللي صار في الويكاند مع ملك المغرب، وردا للعريضه اللي انت تحب يعني الناس تمضي فيها وانت مقدم شكايه برئيس الجمهوريه بعد ما تطاول على الشعب التونسي؟ شوف، هم ثم حمله كامله فهمتني عاملينها. الحمله هذه في اكثر هما زياد الجماعه اساسا هذوما الجماعه المتآمرين على خراب الجمهوريه، والناس اللي هم متمعشين من الموقع نتاع رئيس الجمهوريه في السلطه، واللي طامعين اللي رئيس الجمهوريه ممكن باش يبقى في السلطه باش هم يحافظوا لهم على المصالح نتاعهم. الحمله هذه تستنى في حق في رد انت يظهر لي على كلامك كما صار المره الاخرى. لا مرحبا بهم اللي يردوا مرحبا به، وكان ثم ردود سخيفه ترفعت على الردود عليها بدون ما نشير الاسماء لانه شيء يحسم، وخاصه الناس هذوما هم جزء من السلطه اللي قاعده تحكم في البلاد. اللي حبيت نقول لك ثم حملات وقعت نتاع تهجم شخصي، ثم حملات نتاع مغالطات، ووصلت العمليه لها الحملات نتاع هذه التبييض ونتاع الغزل. اللي نحب ناكدوا انه تونس راهي كبيره، وتونس تستحق اكثر بياسر
للأسف مما المصادفة التاريخية جابت لها. واضح. يظهر لي بدون تعليق. سي تهامي، أنا أعتقد قبل ما نسألك على الجبهة الوطنية، أنا أعتقد أنه ليس بسبب البطانة كما أشار زياد، اختلف معك بعض الشيء، لأني أعرف الكثير من مستشاري المرزوقي وهم، ولا أستعمل مصطلح الرئيس، أنا أعي ما أعي وأقول ما أفكر فيه، واستقالوا سي عبد الله الكحلاوي، سي الهادي بن عباس، سي عزيز كريشان، ذلك هو المنصف المرزوقي. وحينما يتهم الشعب التونسي بالجهل فإن الشعب التونسي لا يتشرف بأن يكون له رئيس يتهمه بالجهل، والجاهل من لا يعرف أن شعبه هو أعرف منه وعليه أن يستحيا. واضح. الجبهة الوطنية ستوين، الجبهة الوطنية طبعا عندك سبق في قناة نسمة، احتراما ما نجمش ما نغتنمش الفرصة، احتراما لقناة نسمة. أنا أعلن رسميا الاتفاق نهائيا على تكوين الجبهة الوطنية بمكونين هما حزب الحركة الوطنية وحزب العمل الوطني الديمقراطي برئاسة عبد الرزاق الهمامي، ونحن سنشارك في الانتخاب في الاستحقاق التشريعي والاستحقاق الرئاسي بقوائم موحدة. وكذلك الجبهة هي مفتوحة لكل القوى الوطنية لتلتحق بها حول مشروع واحد هو إنقاذ تونس. وأؤكد أن الجبهة الوطنية لن تتحالف مع كل أطراف أو مكونات الترويكا، وهذه لن هي لن الزمخشرية التي تفيد النفي المطلق في المستقبل. نحن مشروع وطني، اليد ممدودة لكل القوى الوطنية، فتعالوا معا نساهم في تطوير هذه الجبهة من أجل تونس. استحقاق انتخابي سنشارك فيه تشريعي، واستحقاق رئاسي كذلك سيكون لنا مرشحنا. هل يكون مرشحكم يعني من بين المرشحين اتحاد من أجل تونس؟ ربما نعم وربما لا، ولكن سنفاجئ. على كل حال نحن سنرشح المستقل الأكفأ لإدارة الشأن التونسي، ونحن متناسقون في تفكيرنا. قلنا أن الشخصية يجب أن تكون شخصية وطنية معتبرة كي تصلح ما أفسدته مؤسسة رئاسة الجمهورية. هل يكون باجي قايد سبسي مرشحكم وتأيدوه؟ أنا الآن أتحدث عن نفسي، أنا أحترم السيد الباجي قايد سبسي، علاقاتنا جيدة، ولكن قلت سابقا حتى في حوار في الصباح منذ يومين أو 3 أيام، قلت السيد الباجي قايد سبسي هو أكبر من رئاسة الجمهورية لأنه الحكيم، والحكيم يجب أن لا نجعله صغيرا بأن نقترح عليه رئاسة الجمهورية. هذا موقفي احتراما وإكبارا وإجلالا. واضح. سي تويم، نمشيو احنا لموضوعنا، ملفنا الاولاني الجهاديين التوانسه المقاتلين في سوريا. ريبورتاج. الأحداث في سوريا منذ انطلاق شرارتها الأولى وهي في تصاعد، في حرب داخلية راح ضحيتها آلاف المواطنين، الأمر اللي خلى الدعم يجيها من الخارج وتحديدا من قبل الشباب التونسي اللي يوصل بطرق غير شرعية للحدود السورية لمحاربة نظام الأسد. داخل جبهات إسلامية انطلقت في البداية محاربة جهة موحدة، لكن اليوم تحولت المحاربة بعضها البعض، والتقتيل وصل لأبنائنا التوانسة اللي يمثلوا أكبر نسبة محاربين في سوريا. احنا منعنا 8000 من السفر الى سوريا. المده الاخيره معناها وحدات الحرس الوطني وحدات الشرطه، مثلا وحدات الحرس كشفت 71 شبكه تسفير، منها 41 خلال ال3 شهور هذوما. تم ايقاف اكثر من 200 متورط في شبكات التسفير عند الحرس برك، عند الشرطه اكثر من 80 شبكه تسفير وفيهم اكثر من 160 موقوف، فيهم الاجانب فيهم التوانسه. كشفنا الجمعيات اللي تمول في الارهاب. اخيرا وقع كشف جمعيه الخير الاسلاميه وتم ايقاف رئيسها وزوز اعضاء اخرين بتهمه تمويل الارهاب وغسيل الاموال. والحل الموقف اختارت دولتنا برئاسة محمد منصف المرزوقي باش تقطع العلاقات مع سوريا بطرد السفير السوري في بلادنا، الأمر اللي زاد صعب التواصل مع جاليتنا المتواجدة غادي، خاصة أبنائنا اللي يعتبروا في أنفسهم مجاهدين لكنهم محسوبين اليوم على القائمة الأولى من الإرهابيين. علاش أنا بتونس هكاك عليه ولا أنت يمشي هكاك؟ أنا نطالب السلطات، نطالب الحكومة، نطالب رئيس الدولة، نطالب الناس يجيبوا لي ولدي ما يتحملش. أصوات العائلات تعالت في كل المنابر وبكل الطرق للمطالبة بعودة أبنائها، لكن بلا مجيب.
وتواصل المشكل في حكومة مهدي جمعة اللي أكدت أطراف الخارجية على حرصها على وجوب التفكير في طرق التواصل مع الجالية التونسية، لكن ما حكيتش على إعادة العلاقات الدبلوماسية، وهو أمر مش غريب بما أنه التساؤل يتوجه على مدى استعداد الحكومة على استيعاب العدد الكبير من التوانسة، كيفاش باش يتم استقطابهم والتعامل معهم، وهل فما آليات للسيطرة عليهم، خاصة وأنه الأمر الأكثر ترجيحا هو عودتهم لتونس كيف ما خرجوا منها بطرق غير شرعية، وبالطبيعة معظمهم باش يواصلوا هوني مسيرتهم الجهادية. صور مؤثرة، صور تتكلم وحدها. اليوم انتخابات رئاسية في سوريا، يمكن نستناو يعني نقلة في العلاقات، كيفاش باش تكون، كيفاش باش يكون الرجوع للتوانسة هذوما الكل. كنت تنجموا تحكيوا في الموضوع. باش نبدا معاك قبيل برجب، بما انك رئيس جمعية انقاذ التونسيين العالقين بالخارج، قبل ما نمشيو الموضوع الجديد، هل من جديد للساعة هذه والدقيقة هذه؟ الى هذه اللحظه فما حتى شيء من جديد، شيء ما تغير. معناتها ضغط كبير على وزاره الداخليه فقط، ونشوفوا معناتها الداخليه قاعد تخدم على رواحها نوعا ما، لكن فما احباط يعني على مستوى بقيه الوزارات. وزاره العدل اين هي؟ وزاره الشؤون الاجتماعيه، وخاصه وزاره الخارجيه. تلقيت مكالمه هاتفيه من سيد وزير الخارجيه الاثنين هذين اللي قبل بالضبط، وكانت محادثه هاتفيه ياسر حلوه، طمني على برشا امور وتحدثنا على برشا اشياء، واكد لي بحتميه فتح مكتب معناتها تمثيليه تونسيه بسوريا. لم نتحدث عن الدبلوماسيه لان جمعيه انسانيه، هدف تاعنا انساني. احنا الهدف تاعنا الجاليه التونسيه بسوريا. اختي العزيزه، السجن بمفهومه الكلاسيكي هو كما نقولوا نفافرير قبل المرنقه الى اخره. وراء القضبان يعطيك الصح، سوريا ولات سجن كبير للتونسيين بسوريا. غاديك فما احنا كجمعيه نعتبروا فما اباده جماعيه للتوانسه بسوريا. قلت لي فما 6000 عائله، 6000 عائله تقريبا، اكثر من تونس تقريبا 6000 عائله او ما تبقى منهم. على خاطر مشينا وعينا منها سيدي حتى سي زياده معانا، ونتصور حتى الهجمه اللي عليه هو زاد من ضمن انه كونه هو دعمنا وكان موجود وقت شاف الاباده الجماعيه اللي كانت غاديك على التوانسه في سوريا. شاف اللي فما 43 تونسي السلطه السوريه قد تفضلوا اجا سلموا ابنائكم الى يومنا هذا ما روحش بهم تونس. علاش؟ على خاطر فما 3 شروط، زوج شروط شرطوهم السوريين انهم ابنائنا يطلبوا العفو، والشرط الثاني والمهم وهو اهم شيء انهم يشكيوا بالاشخاص اللي جندوهم، والهنا الصميم، الهنا لب الموضوع. الاشكاليه يحكيوا على عوده الجهاديين او نقولوا المقاتلين، لان لا وجود للجهاد بسوريا. ونذكروا ان مفتي الشيخ بطيخ قالها بصريح عباره: لا وجود للجهاد بسوريا. هذه اول حاجه، لان غاديك فما صراع، فما بيع وشراء للتونسيين، غاديك فما اباده جماعيه للتوانسه. هذه حاجه. ثاني حاجه اخرى اختي عزيزه، الى يومنا هذا الرئاسه نتاعنا متواطئه، السكوت والخنوع نتاعهم يتحملوا مسؤوليتهم، واحنا باش حاسبوهم على كل يوم ساكتين عليه على ابناء نتاعنا. احنا هنا دستور التونسي. نذكروا قبيل برجب اللي انتم عائلتكم يعني انت عشتوها معناتها المأساة هذيك، علاش انت تترأس الجمعيه هذه بالضبط. وبعثنا نداء حتى للسيد المرزوقي الى يومنا هذا، نداء كشخصي انا وحتى عديد العائلات ما جابش على حتى نداء. الدستور التونسي اللي صادقوا عليه من اليمين الى اليسار وجاوا حتى من الخارج صادقوا عليه. شو يقول الدستور التونسي خاصة الفصل السابع؟ يقول أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها. احنا طالبنا تطبيق الدستور، احميوا العائلات اللي ولات مشتتة، العائلات اللي ولات مرضى على خاطر الأبناء نتاعها وقع التغرير بهم وزجهم المحرقة بسوريا. العباد اللي يرموا بأبنائنا إلى المحرقة كما نعرفوا فما شكون كان وزير وكان يدعو الى الجهاد في جامع الفتح، الى يومنا هذا ما بقاش تحقيق معاه. هذه حاجه. ثاني حاجه فما شكون على الملأ بدون اي معناتها حشمه نقولها بالتونسي دعا الى الجهاد في قناه التونسيه نقولوها على المباشر على الهواء وقت السيد مختار الجبالي، فهمت؟ والى يومنا هذا ما بقاش محاسبته. قبل ما نحاسبوا ابنائنا وقع التغرير بهم اللي مشاو غاديك في صفقه. حتى لليوم راهو فما ائمه في الجوامع تدعو للشباب والجمعيات اللي تسف الشباب السوري. وفما حاجات توا جاتنا برشا تشكيات من عائلات، خاصه العائلات المحروقه على اولادها. اليوم نهار 25 يوم عيد الامهات قمنا بوقفه احتجاجيه اللي عمرها تقريبا ما صارت معناتها على الطريقه الارجنتينيه لانهم يحملوا غطاء الراس فولار ابيض
حتى حد ما جاء وقال على الامهات تبكي على اولادها نساندكم. اي حزب كان مع كل احتراماتي لهم، ولا اي حتى اتحاد عامة الشغل انا من ابنائه، ولا حتى حد. احنا توا باش نطالبوا ومازلنا باش نصعدوا الاحتجاجات السلميه، باش نصعدوا الى اخر رمق حتى ابنائنا نشوف حل الابناء نتاعنا. واضح. صورة هذه هي توجع، ولكن هذا هو واقع التوانسة في سوريا. سي تهامي. أنا بودي أن أتوجه بهذه الرسالة مباشرة إلى النظام السوري القائم الآن، والذي نرجو له أن ينجح في التغلب على هذه المشكلة الإخوانية الإرهابية التي تتعرض لها سوريا. نحن نثق في النظام السوري أنه سيحمي الجالية التونسية الموجودة في سوريا، والدليل على ذلك أنه حتى مع الإرهابيين، لا أستعمل مصطلح الجهاديين، إنما هو يطلب منهم أن يشيروا إلى القنوات التي وصلوا بها إلى سوريا. لكن أنا أريد أن أبين شيء آخر. راهي تونس ممثلة في رئاسة الجمهورية إلى حد ما، وخاصة في ذلك المؤتمر التاريخي المشؤوم وهو مؤتمر أصدقاء سوريا. هذا المؤتمر نظم بتمويل قطري وتركي، وكانت الغاية منها، أنا كنت طرف وأعرف ماذا قمنا، حاولنا أن نقلل من الخسائر. كانت الغاية، وهذا كان حاضر فيه الطرف القطري وكذلك الطرف التركي، كانت الغاية حمل الدولة التونسية بمختلف مؤسساتها على الاعتراف بالمعارضة السورية ممثلا وحيدا للشعب السوري، ثم على الوصول أكثر من ذلك وهو تسليح المعارضة، ما يسمى بالمعارضة السورية. أنا أعرف برهان غليون وتحدثت مع برهان غليون، وحاولنا واستطعنا مجموعة من القوى الخيرة في الترويكا، منها حتى من هو من الإسلاميين، استطعنا أن نمنع ذلك الاعتراف، واستطعنا أن نؤجل ذلك وألا يكون في تونس. وقلنا نحن مع الشعب السوري، مع خيارات الشعب السوري الذي يتفق على ما هو أسلم بالنسبة إليه. لكن الأغرب أنه بعد المؤتمر المشؤوم مباشرة كأنما كان ذلك علامة على الففار أو الضوء الأخضر للجهاديين للإرهابيين كي يخرجوا من تونس عن طريق ليبيا بتواطؤ من السفير التونسي في ليبيا ليذهبوا إلى سوريا. يعني أصبحت تونس لم تعد فقط هي ذلك الدولة العربية التي تساهم في إيجاد حلول بين الإخوة المتنازعين في سوريا، وإنما أصبحت طرفا ولعبة مع تيار إخواني عالمي يتزعمه طرفان هما الطرف التركي والطرف القطري. والغريب أننا إلى حد الآن نعلم أن هذه المعادلة، أن الممولين ما زالوا هم القطريون من جهة والأتراك من جهة أخرى، هم الذين، وبالعكس تركيا هي القناة أو الدولة التي تمر بها كل المساوئ التي تحدث للشعب السوري. أنا تحدثت كثيرا مع أبناء الشعب السوري في الغربة ومن المهاجرين طلبة وعائلات يقولون لنا نحن حتى إن افترضنا أن نظام بشار هو نظام ديكتاتوري، فإن العيش مع نظام بشار ومع البعث السوري هو أفضل 1000 مرة من أن نعيش مع داعش ومع التنظيمات الإرهابية. وهذا هو الشعب السوري. أنتم لا تعرفون سوريا، أنا عشت 3 سنوات في سوريا، أعرفها حفرة حفرة. سوريا هي جنة الله على الأرض، والآن قد دمرها كل الإرهابيين وقد دمرها المال الفاسد القطري والأتراك. إذن على الشعب التونسي أن يعي الدرس وأن يقول لمؤسساته التي تشتغل مع التنظيم الإخواني العالمي قف، انتهى، نحن مع الشعب السوري ونحن ننتظر الانتخابات، وما ستفرزه الانتخابات سنسنده، لأن الواجب هو أن تحمي سوريا وليس أن تدمر سوريا إن كانت هناك باقية في سوريا الآن. واضح. سي توامي. سي هشام، في نفس السياق، الموقف التونسي في سوريا وقطع العلاقات التونسية سوريا بدون سابق انذار، الاسراع بسحب السفير التونسي في سوريا، طرد السفير السوري، يعني هذه صارت في سويعات معناتها، وكان سي تهامي شاهد على هذا الكل. اليوم عندنا مقاتلين، اليوم تقريبا تكتب درة الغربي في تحقيق عملته في جريدة آخر خبر، تقريب 5000 إرهابي في انتظار مشروع 5000 إرهابي في انتظار العودة. بارك الله فيكم. بداية أود أن أتقدم بتعزية للأخ عمر الشاهد إثر وفاة عمه، الله يرحمه ورزق أهله وذويه جميع الصبر والسلوان. الله يرحمه. شكرا. بالنسبة للخيار التونسي، هو كان معناها متناغم
مع استراتيجية دولية رسمتها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب. الهدف منها هو تشتيت وكسر كل دولة في المنطقة العربية عندها معناها مقومات النهوض والتقدم. بالنسبة لنا سوريا هي الدولة العربية الوحيدة التي لها الاكتفاء الذاتي الغذائي، هي الدولة الوحيدة التي لها نظام تغطية اجتماعية متميز، هي الدولة العربية التي عندها صناعة معناها عسكرية وتقنية وما إلى ذلك. الآن ما نراه في سوريا اللي هو معناها الخراب والدمار الكامل. نحكي على تقرير للخارجية الأمريكية في سنة 2013 يتحدث أن تونس أصبحت مصدر ووجهة ومعبر لتجارة البشر والجنس وتبييض الأموال. معناها تقارير عندما تخرج من الولايات المتحدة تتحدث فيه عن دولة حليفة أو تابعة لها إن شئنا، فإن هذا مؤشر خطير. كذلك تحدث الأخ إقبال عن الشيخ عثمان بطيخ تمت إقالته. السبب هو أنه رفض معناها الخيار أو التمشي الذي ذهبت إليه الحكومة التونسية آنذاك، وهو تسفير الشباب المغرر بهم إلى سوريا وانعكاساته واعتباره لما سمي بين الظفرين بجهاد النكاح اللي هو زنا وفاحشة. يخيرون أن مفتي يقول أنا نائب رسول الله. نعم، هذا هو، هذا الذي يتحدث أنه نائب رسول الله بأي منطق، وأنه لا يستمد معناها كلماته لا من حكومة ولا من رئاسة جمهورية. وزارة الداخلية بالنسبة لتونس تتحدث عن 1800 جهادي أو مقاتل، في حين أن تقرير للديلي تلغراف عن دراسة قام بها المعهد البريطاني للدفاع IHS جينس يتحدث عن ما بين 3 و4,000 مقاتل تونسي. أنا 3 و4,000 مقاتل تونسي، هذه حسب التخمينات، ولكن عندما نتحدث نحن بالنسبة لتونس برشا ريبورتاجات معناتها تتحدث أن أن تونسيون معناها غادروا تراب الجمهورية، في حين أن جوازات السفر موجودة عند العائلات. من أين أو متى وكيف تم معناها إعطائهم جواز سفر موازي غادروا به التراب التونسي وذهبوا إلى سوريا؟ ما هو الجهاز الموازي الذي يطبع جوازات السفر؟ هذا مؤشر خطير. كذلك بالنسبة لسوريا المسلحون من أين جاءوا؟ جاءوا من بقاع العالم من 83 دولة، هذا حسب ما يتحدثون عليه. معناها فيها من الدول العربية جامعة باستثناء جيبوتي. نحن نعلم الجامعة العربية 24 دولة تقريبا. اليوم اللي يهمنا التوانسة احنا اللي نترقبوا باش يرجعوا لتونس، وكما قال إقبال معناتها ما فما لا حياة لمن تنادي به. سي بيان بو انه وزير الخارجية يتصل بيك وقال لك كلام حلو وباهي ومزيان اي ابخي، وبعد اما بعد ماهوش هدف. سمعني نمشيو لزيد. احنا كنا نتحدثوا عن قطع العلاقات بذلك الشكل بين عشية وضحاها. تونس معناها اندمجت كما اكد الاخ العبدولي معناها سي تهامي مؤتمر اصدقاء سوريا. بكم بدا هذا المؤتمر وبكم انتهى؟ الان حوالي 5 أو 6 دول ما زالت تساند. في ايران منذ يومين معناها مؤتمر اصدقاء سوريا الداعمه لسوريا، الداعمه للحكومه الشرعيه السوريه وللجيش العربي السوري. اكثر من 30 دوله. هناك تحدث عن 350 طالب تونسي كانوا يدرسون في سوريا. معناها ما تقولش كيفاش يرجعوا للبلاد هذه. منهم من تم سجنه، منهم من هو متشرد في سوريا. أكثر من 4,000 تونسي آخر بين تجار وبين عائلات وبين يعني سي هشام باش نلخصوا من جهه عندنا العائلات وعندنا التوانسه اللي ما عندناش حتى طريقه حتى امكانيه كما قال اقبال كما قال سيتوان باش يرجعوا لتونس، ومن جهه اخرى عندنا هالمشاريع هذه نتاع الارهابيين اللي هما في انتظار العوده. اكيد معناها سمعنا تقارير او معلومات ان الحكومه هذه حكومه السيد مهدي جمعه معناها ارسلت مراسله للجزائر للقيام بوساطه بينها وبين حتى تتدخل، ولكن لحد الان حتى تو مارينا حتى شيء وهذا بالتاكيد من قبل. زياد كما قال قبل انت مشيت لسوريا وتعرف معناتها شنو اللي صار، واليوم واقع مر ياسر معناتها قاعدين نعيشوا فيه. احنا وقت اللي نحكيو على الملف السوري نحكيو على زوز محاور. المحور الاولاني
هو محور نتاع التوانسه اللي عايشين في سوريا. بالضبط. في توانسه وفي سوريا عندنا عائلات عايشه غادي، عندنا طلبه في يقراوا في غادي، عندنا تجار، عندنا مصالح، والناس هذوما ضحى بهم رئيس الجمهوريه المؤقت المنصف المرزوقي ورمى بهم في النار. علاش؟ باش هو يسجل موقف حقوقي خذاه انه يدعم ما يسمى بالثوره السوريه، يدعمها على حساب المواطنين نتاعو، واغلق السفاره نتاعنا غادي في تونس، وحتى تمثيليه في قنصليه باش تطلع مضامن للوليدات اللي تولدوا، باش تعاونهم في التقييد في المكتب، باش تطلع مضمون وفاه اللي يتوفى، باش اللي يموت غادي تعطيه له ورقه تسهلوا باش يروحوا يدفنوا به هنا، يدفنوه هنا في تونس، باش تعاون اللي تتحطم داره ولا فهمتني كذا، خلاهم في الجحيم دون اي اسناد، ولهنا خذلهم ولم يتحمل دوره كرئيس جمهوريه باش يدافع ويرعى كل المواطنين نتاعو. مع الاشاره الى أن الولايات المتحده الامريكيه اللي هي راس الحربه في الحرب على سوريا سفارتها مازالت قائمه ومفتوحه لليوم في بغداد. من المضحكات المبكيات في دمشق. في دمشق، العفو، في دمشق، في بغداد، سفارتها مفتوحه امريكا اليوم في دمشق. والنتيجه العراق بيان سور، ونحب العراق بيان سور. والنتيجه اليوم ثم وضع جديد تغير على الارض، اليوم ثم اراده نتاع شعب سوري انتصرت، ثم مؤامره على سوريا فهمتني طاحت. اليوم الدول اللي كانت راس الحربه فيها المعركه هذه الخاصه اللي ربح فيها الشعب السوري باش يلقاو الامكانيه نتاع التواصل ويعاودوا يبنيوا الجسور بكل سهوله متوفره لهم ويعاودوا يرجعوا المصالح نتاعهم، ونحن معناها بحكم قرار اللي هو مرتجل، بحكم اللي قرار اللي هو غلط ويمشي معناتها يخدم اجندات واضحه ضرينا في مصالح بلادنا باش السيد الرئيس يقيد اللي هو راه مناضل حقوقي ويقف في المواقف الحقوقيه. المحور الثاني مع الاشاره زاد نحب نكمل في النقطه الاولانيه اللي ثم قناعه كبيره في صلب وزاره الداخليه الخارجيه باش تتحل ممثليه قنصليه لتونس في دمشق. ايوه. واللي قاعد يعرقل فيها الخطوه هذه هو السيد الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي، وهي بين قوسين وهذا قد يكون موضوع نتاع ملاحقه قضائيه ضد السيد الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي، لانه ثم جرائم قاعده ترتكب في حق المواطنين التوانسه وهو يعتبر مشارك فيها الجرائم هذه. النقطة الثانية أو المحور الثاني هو اللي يتعلق بالإرهابيين بالضبط اللي موجودين غادي في سوريا، واللي هالناس هذوما راهم باش يرجعوا لتونس اليوم ولا في غدوة. تعرفوا لي الدستور التونسي يمنع ويحجر تغريب المواطنين التوانسه. وكما لو كنت تتذكروا الارهابيين الافغان الجزائريين اللي كانوا في افغانستان ومن بعد روحوا للجزائر وكانوا هما راس الفتنه وراس المذابح اللي تقتلت فيها مئات الالاف نتاع الجزائريه، رجعوا فني باش كانوا هما اللي شعلوا النار فني في الجزائر. هالناس هذوما راهم بداوا ديجا فني يرجعوا وباش يكملوا يرجعوا اليوم ولا غدوه لتونس. السؤال اش حضرنا لهم؟ هذا هو السؤال. ثم مغالطه كبيره قاعده تقع ونحب ننبه لها، ثم مغالطه كبيره في قاعده في تقع. وين ومن شكون زيد؟ في تونس راهو يقول لك احنا ما عندناش قانون نتعاملوا مع الارهاب، القانون موجود اللي هو القانون عدد 75 سنه 2003 نتاع 10 ديسمبر 2003 وهو واجب التطبيق. وللاسف ثم بعض السماسره ثم حقوقيين نحترموهم، لكن ثم بعض السماسره نتاع حقوق الانسان اللي استغلوا القانون هذا باش يسمسروا به. لو كانت تتذكروهم ارجعوا ل 2006 وشوفوا التصريحات اللي كانت تخرج على سليمان وجماعه سليمان اللي هم راس الحربه في الارهاب اليوم في العمليات الارهابيه. تعرفوهم شكون هم الناس اللي انا قاعد نقصد فيهم واللي قاعدين يحاربوا في القانون هذا باش ما يتطبقش. نقول القانون هذا راهو موجب التطبيق. القانون هذا راهو يعاقب اللي يمشي يحمل السلاح ويقاتل في جماعه ارهابيه واي تنظيم فهمتني كان خارج البلاد التونسيه بعقوبه من 5 الى 12 سنه سجن، وفي المشروع الجديد ولات من 6 الى 12 عام. راهو يعاقب اللي يقوم بانتداب واللي يحرض على ارسال التوانسه باش يقاوموا باش يحاربوا في الخارج. القانون هذا فهمتي موجود، ونسال هنا النيابه العموميه في والمحاكم على التطبيق نتاعو. اذا وحتى خاطر ثم شكون يقول لك المشروع الجديد اللي باش نعملوا فيه مازال فيني ما حضرش وما تصدقش عليه، وبالتالي ما نجموش نحاكموهم بالنص هذايا مادام مازال ما خرجش على حاجات تعمل تقبل. نقولوا لا، القانون راهو موجود ما ثم حتى فراغ وباش يتحاكموا احب من احب وكره من كره بهالقانون هذايا. المفروض توا فهمتني شنو نختفي بالنقطه في هذه، المفروض هو انه تقع اعداد خطه
كامله. الخطه هذه تشمل الجوانب القانونيه نتاع الناس فهمتني هذوما اللي باش يرجعوا كيفاش باش يقع التعاطي القانوني فهمتني معاهم. تشمل الجوانب الامنيه باش الناس هذوما فهمتني كيفاش يرجعوا كيفاش عندنا فهمتني نحميوا البلاد من الاذى فهمتني نتاعهم. نحب نذكر الناس اللي تعودت على قصان الروس، اللي تعودت على الذبحان، اللي تعودت على الدم، والدم غريزه. راهو ما تتصوروش منها ان وقت اللي باش ترجع في تونس ما هيش باش ترجع لهالممارسات مثل هذه. وتأييد لكلامك زياد، الناس اللي هما اليوم شدوهم معناتها في الشعب هما قاعدين يقوموا بالعمليات الارهابيه هما كلهم خارجين من قضيه سليمان. بالضبط. يعني الارهابيين ما يتغيروش. والمساله النقطه الثالثه دونك قلت النقطه الاولى هي النقطه القانونيه والتعاطي القانوني مع الارهابيين هذوما مع المجرمين هذوما. المسألة الثانية هي المسألة الأمنية باش نحميوا منهم في البلاد. المسألة الثانية هي مسألة إعادة التأهيل نتاع هالعباد اللي هذوما، وما يستلزموا هدايا من خطة كاملة لإعادة التأهيل نتاعهم حتى لين باش نمنعوا أنه يعاودوا يرجعوا من جديد. والمسألة الفرعية المرتبطة بهم واللي هي ما تقلش أهمية هي القضاء، مش محاصرة، القضاء على البؤر المفرخة للإرهاب. لأنه نذكر راهو نحن عندنا مجتمع الإرهابيين الموجودين في الشعاب اليوم وموجودين في ليبيا وموجودين في بلايص أخرى والخلايا النايمة اللي موجود هذا في كلام صحيح، وراهو هذوما تنجم تواجههم بالسلاح لما يوزي في وجه السلاح. لكن عندنا مشكلة أكبر مع المعامل اللي قاعده تفرغ فيها الارهابيين هذوما. واذا كنت تقضي على مجموعه هي باش تطلع لك مجموعه اخرى. وانتم كان واقف في بلاطو في نسبه في هنا الراي فهمتني هذايا المحترم اللي فني تطرح واللي ضروري انه ما يقعش الاغفال نتاعو. واضح زياد. سي تهامي خطه تشمل واش قال زياد جانب قانوني امني على التاهيل، القضاء على البؤر هذه المفرخه في الارهاب. انت وكنت يعني كاتب دوله الخارجيه ويعني نعرفوا مسيرتك في الدبلوماسيه، كيفاش ترى اليوم فما جانب دبلوماسي ولا جانب شكون يتحمل المسؤوليه وشكون يحضر الخطه هذه؟ الناس يمكن اليوم قبل غدوه يرجعوا لنا الناس هذوما. يجب ان نؤكد وهذا الكلام بحسم وجزم حينما يتعلق الامر بامن البلاد التونسيه الجمهوريه التونسيه لا يمكننا ان نتحدث عن حقوق انسان. واضح. يعني لأن المعركة بيننا وبين الإرهابيين هي معركة حياة أو موت. لم نذهب إليهم بل هم أتوا إلينا ليقتلونا وليقتلوا الشعب التونسي. واحد. اثنين، حينما نتحدث عن الإرهاب في سوريا وعن هؤلاء الذين غادروا إلى سوريا، هم لم يذهبوا إلى سوريا للسياحة ولم يذهبوا للتجارة ولم يذهبوا للدراسة، بل هم ذهبوا لقتل الناس، لقتل الأطفال وقتل الأمهات وقتل الشيوخ وقتل الجيش العربي السوري. يعني هم قد دخلوا في لعبة هي لعبة أجنبية أكبر منهم وأصبحوا أداة في يد المستعمر أو القوى الإمبريالية لتدمير سوريا، فهذا نعرفه. ثم هم قتلوا سفكوا دماء من شمال سوريا إلى جنوبها ونعرفهم ورأينا الصور. إذن حينما يعودون إلى تونس القانون الدولي نحن نطالب بأن نطبق عليهم قانون الإرهاب بحذافيره، لأن النفس البشرية التي قتلت في سوريا أو التي قتلت في أفغانستان أو التي قتلت في باكستان جريمة قتل النفس هي نفسها، والجريمة لا تسقط لأنك انتقلت من بلد إلى بلد. الذي قتل والذي لعب بتلك الرؤوس حينما يأتي إلى تونس لن يقدم لنا الورود. أكثر ما يمكن أن نساهم فيه هو أننا بما أننا من حيث المبدأ نطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، فإننا يمكن أن نذهب في هذا الاتجاه، ولكن لا تسامح مع هؤلاء. الأمر الثاني، ما هو بيناتنا قانون دولي. الدولة التونسية الآن تصبح في حكم المشارك في الجريمة ما دمت تعلم أنهم يخرجون وما دمت لم تمنع خروجهم. وأكثر من هذا أن هناك مؤسسة رسمية هي القيادة العليا في تونس تحث بشكل أو بآخر على ذلك. إذن يجب أن نعلم أن تونس لا يمكنها أن تشارك في هذه المهزلة التاريخية، ولذلك هم أبناؤنا غرر بهم، هذا نقوله، ولكنهم يتحملون المسؤولية التامة في أفعالهم وهم تحت طائلة قانون الإرهاب. شوف قانون الإرهاب في أمتع 2003 لم نغيره،
ولكن بما أنهم قد خرجوا وقتلوا وسفكوا الدماء فيجب أن يطبق عليهم، لكن الدولة مطالبة بأن تجفف منابع الإرهاب وأن تحضن العائلات هذه الأحياء التي يخرج منها هؤلاء. ثم رمتد أنواع من الإرهابيين، ثم حلقات متصلة من الإرهاب. هناك الذين يفكرون أي الأدمغة المدبرة، وهناك الممولون، وهناك الأجهزة التي تخرجهم إلى الخارج، وهناك المنفذون. بالنسبة إلي هذه الحلقات الثلاث أو الأربع هي نفسها، بل بالعكس، إن الذين قد فكروا في التغرير بهؤلاء هم الأشد جرما من غيرهم، لأنهم غرروا بأطفال صبية ومراهقين من 16-17 سنة. هل تعتقدون أننا لا نبكي ولا تدمع عيوننا لأننا نرى ذلك الشاب التونسي 18 وهو يقتل وهو مع الأسف إرهابي؟ لا، شكون اللي قتله؟ شكون اللي قتله؟ بعضهم قالوا لهم باش تمشيوا تعاونوا الشعب السوري اللي في داعش تقتل فيه جبهة النصرة، واللي في نصرة تقتل فيه داعش. شكون اللي قتلوا؟ انا نقول الشيوخ اللي حرضوهم اللي هما يقاتلوا فيهم في بعضهم، الشيوخ اللي حرضوهم باسم الدين والاسلام، الشيوخ اللي حرضوهم باسم الجهاد، وسمعنا في برشا اصوات منهم كانت تنعق في الاتجاه في هذايا. شنو رايكم؟ قلت لهم برا باش تعاونوا الشعب السوري، مشى في اللي قتلتهم داعش والنصره، شنو رايكم؟ هيعطينا رايهم توا هالمجرمين هذول. سي زياد، النظام السوري الذي نحن نتآمر عليه حبينا ولا كرهنا في تونس، هم مجموعات تتآمر على النظام السوري وهي معروفة. النظام السوري حينما يمسك تونسيا إرهابيا يضعه في السجن ولا يعدمه ولا يقتله. يعني يبدو لي أن التعامل هو تعامل أكثر من إنساني، ونكافئ النظام السوري والشعب السوري بأن نحرض عليه. وسيتوهيمي معروف على تونس في علاقاتها الدبلوماسية أنها لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى. شوف تاريخ الدبلوماسية التونسية معروف، هذا من أيام الزعيم المرحوم لحبيب بورقيبة، أحب من أحب وكره من كره، لأنه أعرف أن هناك من لا لحبيب بورقيبة الزعيم كانت عنده فلسفة ألا نتدخل في شؤون جيراننا، مش ما بالك بالابعد فالابعد. واضح. يعني ثم حاجه بالله نذكر نرجع لنقطه اخرى، راي مساله طرد السفير السوري هذه داخله في باب الوهم، لانه لم يكن هناك سفير سوري كي يطرد. ثم مسرحيه اكثر من هذا، راهو في ساعات الحرب بين الدول التي تتحارب فيما بينها لابد أن تحافظ على الحد الأدنى من التمثيل الدبلوماسي، لأن هناك رسائل يجب أن تخرج بين هذا الطرف وذاك. وفما عائلات كما تو يحكي عليهم قبل اللي هما الناس عايشة وعندهم أمورهم غاديكا وعائلات. بالله رسالة، سامحني جملة أخيرة، رسالة للشعب التونسي سي حبيب، راهو الشعب يجب أن نعترف بجميل النظام السوري والشعب السوري. الشعب السوري ايش عندنا في النظام السوري؟ راهم أبنائنا بالآلاف درسوا في سوريا مجانا وتخرجوا وعادوا إلينا. فما حاجة بركة نجم نقولوا لك سيتوهيمي وزيد، نجم نقولوا لك بين نظام الأسد أبا وابنا نظام ديكتاتوري، معناتها يمكن ناس يقولوا نحكيوا على سوريا ومن يحكمها ديكتاتور. يمكن أنا عندي أهون الشرين، أنا حتى بالمنطق الفقهي إمام غشوم خير من فتنة تدوم. السوريون تحدثوا إلى السوريين يقولوا لك نحن نريد أن يبقى بشار ولكن لا نريد الموت. واضح سيتوهم. معنا القاضي حبيب الزمي في الموضوع هذا بالذات، وفي تفعيل قانون الإرهاب والتعاطي كما قال زياد، والخطة اللي لازم تشمل جانب قانوني، كيفاش تراها أنت سي حبيب؟ شكرا. والله بالنسبة للإرهاب في تونس اللي فات موجود الإرهاب، والحقيقة لازمنا نشوفوا أسبابه شنو هو. أسبابه حسب رأيي البسيط، وأنا قاضي لا أتدخل في السياسة ولكن أفهم قليلا على الأقل، هو الإرهاب هذا ناتج من منظومة 23 أكتوبر 2011 وإحنا جايين، لأنه المنظومة هذه خرجت حكومة الترويكا وسهلوا برشا حاجات، أحبابنا أم كرهنا. شنو الدولة علاش تقوم هي؟ إذا كان مؤسسات الدولة تتضرب، هي ضربت المؤسسة الأمنية. نقول ضربت المؤسسة الأمنية، أبدأ من إقالات المديرين، واحد مش الكل فاسدين، حتى كان فاسد نورمالمون يتعدى للمحاكمة إذا كان عنده حاجة يتحمل مسؤوليته. أصبح عون الأمن يخدم مرعب خايف، لأنه السلطة اللي أعلى منه من حكومة الترويكا، من وقتها سي علي العريض وزير الداخلية وجابك المستشارين معاه، تفرقت الداخليه وما عادش فيها، وزيد الضربه نتاع القضاء. وانا نقول لك لها منظومه 23 اكتوبر والحكومات اللي لحقتها بقطع النظر على حكومه سمادي جمعه مساله اخرى، هذه هي حكومه جات بعد توافق وطني.
هنا تنطبق عليهم قول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه تنطبق عليهم الكل، والحكومه نتاع الترويكا بكل صدق وبكل صراحه هي اللي تسببت في برشا ارهاب موجود في تونس. الحديث طويل وعريض لا محاله، اما سهلوا لهم برشا حاجات والناس الكل تعرف هذا. تو الشعب التونسي الكل يفهم زي تو واحد ما عادش ينجم يخبي. سي حبيب كان تسمع فما ناس تحكي اللي بعض الارهابيين ولا بعض الناس اللي هم مورطين في بعض العمليات يشدوهم يسيبهم القضاء، ولهذا حتى انه الجانب القضائي ولا في برشا حديث معناتها يقولوا انه هو مخترق انه هو يعاون في الناس هذوما. لا بالنسبه للقاضي مهما تكون حتى كان ثم قاضي هكا عنده شويه مولات ما ينجمش ياثر في الملفات، لكن هو نعطيك شنو العمليه كل عند الداخليه. هو هذا الداخليه اذا كان تجيب للقاضي محضر فارغ ايش تحبوا يعمل القاضي؟ معناها يثبت له ادانه بالسيف، المحضر يتخدم عند الداخليه، اذا كان يسيبوا الداخليه ويسيبوا كوادر الداخليه يخدموا بطريقه سليمه حتى واحد ما يجي ويتسيب. يعني بالنسبه لك انت الكل لب الموضوع عند وزاره الداخليه والمساله سهله برشا وما تتطلبش استراتيجيه كبيره. لو يسيبوا رؤساء فرق الارشاد اللي كانوا يخدموا قبل يعرفوهم واحد واحد يجيبوهم من ديارها، ما فيهاش حتى مشكله. واضح. سي هشام يحب يتكلم كيف محمد قبيل. تفضل. بالنسبه لينا نشوفوا ان اكبر معناها مشكله نعانوها في معناها تمنعنا من مواجهه الارهاب ومن وضع خطه معناها باش نقاوموه. اللي ما فماش موقف موحد وطني لمكافحه الارهاب. كيف يخرج عليه مسؤول معناها في الحكومه السابقه ويحكي برتبه وزير عدل ويقول اذا انتم 50,000 للقوات الامنيه فانا عندي 100,000 انتحاري. كيف هنا باش نجم نقاوم؟ كيف فما المعارضه مع الحكومه ما كانش عندهم معناها جهد مشترك لمقاومه الافه هذه، كل واحد شكون يربح الاخر في المساله هذه. ثاني حاجه احكي عليها الاخ زياد والاخوه اللي هو قانون مكافحه الارهاب، لابد من تفعيله. صحيح نجم نعدلوا فيه بعض حسب المنظومه الكونيه لحقوق الانسان، ولكن لابد من تفعيله. حاجه اخرى الارهاب كيف يهبط من الجبل ولا يجي من غد وكذا، الغايه نتاعه هو شنو؟ هو كما نحكوه في لغه الكوره لعب حوم، يلعب باش يدمر اكثر ما يمكن، بث الرعب، احداث الصدمه وما الى ذلك، تشكيك في المؤسسه الامنيه اللي وين ما تقوم بحاجه مثلا الاعتداء الاخير على دار سي لطفي بن جدو شنو خرجت برشا اصوات تدعي اللي المؤسسه الامنيه هي اللي قامت لنتيجه كذا كذا، تشكيك في دورها الوطني، وهذا معناها حاجه خايبه اللي نحن نشكوا في امننا الوطني. جوست بعد الاخبار نرجع معكم في نفس الموضوع، نعطيك الكلمه بيان سور محمد قبيل برجاب، خليكم مع هاشم بوعزيز. وكان من اول الاسئله اللي طرحناهم وطرحتهم انا شخصيا على سي مهدي جمعه، شنو باش تعملوا في ملف التوانسه اللي عايدين من سوريا؟ وهذا للتوا مازلنا ما لقيناش اجابه. احنا نحاولوا هوني نطرحوا الاسئله وبالكش فما دي بريميس دو ريبونس لعوده المقاتلين من سوريا. نعود نرحب بضيوفي في البلاتو، سي صوت في فويد البحر يوسف المني اللي تلاقوا عائلة وهامي العبدولي، محمد قبيل برجاب، سي حبيب الزمالي، زياد الهاني وهشام بوعبدي. ما قبل كل شيء ليماج دو جور اللي نبداو بها سبعة باش نشوفوها توا، وتعليق صغير في البلاتو. تفضل. أجواء المصرية سي تهم. أنا من هذا المنبر بالذات باسم الجبهة الوطنية أهنأ الشعب المصري على اختياره لرئيسه، وهذا رجل دولة ورئيس وطني وأنقذ مصر من المشروع الإخواني. واضح. نعم. زيد. أنا طبعا أنقذ مصر مش بركة من المشروع الإخواني، أنقذ مصر من مشروع أكبر. الإخوان كانوا فيه مجرد أداة كما في سوريا، لأنه سقط النظام في سوريا والوضع اللي في سوريا توا على أساس بيجيبوا الإخوان المسلمين خاطرهم أكبر حزب اللي باش يحكم في غادي. عمل المشروع أسقط مشروع أكبر كان يستهدف تحويل مصر إلى حالة دمار مثل ما هو موجود في سوريا، مثل ما هو موجود في العراق، لخدمة أجندات أبسط مواطن تونسي اليوم ما عادتش تخفى عليه. يبدو أنه تونس ماهيش مستضافة الحفل من عشان حفل، لا مش بين ظفرين نقول حفل، ولكن كيفاش
سياسيا يعني لا سياسيا كأن تونس عاملة سياسة الأطرش، لكن راهو الشعب التونسي من صميم قلبه هو يحيي الشعب المصري على هذا الاختيار النبيل والوطني. مش الشعب الكل سيتوهان. تشوف انت انا حتى مجموعه رابعه العدويه، حتى مجموعه رابعه جزء كبير منهم تخلوا عن ذلك. وانا احترم، نحن دائما نحترم اراده الشعوب، راهم 26 او 27 مليون الذين صوتوا. هذا يعود بنا إلى تلك الشطحات الدبلوماسية لرئاسة الجمهورية حينما كانت تساند الإخوان ولم يعرفوا توجهات الشعب المصري. واضح. نرجع معك محمد قبيل. عندي سؤال، يعني اللي كنت ترى اللي التوانسه تو هذوما اللي راجعين من سوريا ينجموا يعاودوا يندمجوا في المجتمع التونسي، ما يكونوش يعني مازالوا جايين وراسخ في اذهانهم الاعمال القتاليه اللي قاموا بها وجايين يعني ينجموا الخطر ينجم يتواصل معهم؟ سؤال في الصميم. سنوضحوا حاجات. وزارة الداخلية صرحت اللي فما ما يقارب 266 تونسي من المقاتلين، نقولوا مقاتلين ولا جهاديين، لأن لا وجود للجهاد بسوريا. هذا أول حاجة. هناك منظومة أمنية صحيح، مراقبة، تصوير اشخاص، حتى وصلت لي معناتها معلومات اني فما اشخاص يصوروا فيهم يراقبوا فيهم. هذه منظومه امنيه يتبعوا فيهم موجوده، لكن منظومه باش يشوفوا دواء الحكايه هذه لا وجود لها. التوانسه قاعدين يراوحوا حبينا ولا كره، فما التوانسه قاعدين يتعداوا عن طريق الحدود خلصه الى اخره، قاعدين يتعداوا، فما قرابه 20 قناطري يعديوا على الحدود، فما التوانسه يرجعوا بطريقه او باخرى عن طريق المغرب، كما الخروج نتاعهم عن طريق الحدود ولا عن طريق المغرب ولا عن طريق حتى الامارات. فهمت؟ فما بليزيور كا في الحياه هذه. كما قلنا فما 266 عاد لا وجود لمنظومه استشفائيه، خاطر حبينا وكرهنا فما مش كلهم ارهابيين، مش كلهم مجربه، مش كلهم هزوا السلاح وقتلوا، معناتها هذا الواقع. حتى مستوى الفقهي معناتها ما تنجمش تعمم، انسان قتل ولا صار حاجه ما تقولش هذاك يمثل الجميع. فما شكون مثلا 43 تونسي اللي في السجون السوريه، والسلطه السوريه قالت اللي ابناء نتاعنا هذوكم معناتها دخلوا سوريا بطرق غير قانونيه، معناتها هذوما مش ارهابيين، هذوما النوايا نتاعهم اذا كان باش نطبقوا قانون 2003 اللي يحكم على النوايا، توا انا نخمم فكره معينه يحكموني حتى انا، معناتها نكونوا متعامليين، فهمت، ونكونوا واقعيين وانسانيين. اما البلاد هذه بلاد نحبوها ندافعوا عليها بالاخر رمق، احنا مش موجودين لتبييض الارهاب، وزاد كذلك مش موجودين باش ندافعوا على الارهابيين، وكذلك زاد فما عائلات ورانا، فما امهات، فما عباد وقع تغرير بهم، فما شبكات ارهابيه لازم نحاربوهم. هذاك النقطه اللي حشنا به. الشبكات يتخرج فيها ابن نتاعنا، اذا كان ما حاربناهمش البؤر هذوكم معناتها مازال الشباب قاعد يغرر به. وحاجه اخرى، ولكن اللي خرجوا فما بعض من اللي خرجوا محمد قبيل معروفين بالاسامي بكل شيء، معناتها مثلا بلال الشواشي، كمال الزروق، نسميك عديد العباد اللي معناتها جندوا ابناء نتاعنا تو هربوا غاديك معناتها، وحتى ابو عياض ولا موجود حتى هنا الشيخ ادريس، فما اسماء موجودين، فما عباد. حاجه اخرى اختي العزيزه، نزيد نكونوا عمليين شويه، فما ابناء نتاعنا صيغروا بهم، لازمنا ننزعوا الفكره التفجيريه ولا الفكره الرديئه، سامحني في الكلمه اللي في مخاخهم. الجهاد موجود في الاسلام، كل شيء موجود، لكن الجهاد ضد ماذا؟ ضد الفقر، ضد الاميه، ضد الجهل. هاو الجهاد الصحيح، يجي جهاد في بلادك تلقى اولاد بلادك مساكنات عراة حفاة، يمشي يجاهدهم للتذكير. هما اللي يسميوا رواحهم جاهدين، راهو هما واحنا زاد موجودين على رواحهم المسار نوعا ما. هذه حاجه، وحاجه اخرى معناتها زاد نقولوا حاجه واقعيه. تو مثلا احنا في الجمعيه ضد الفكر هذا التطرفي اللي يرمي ابنائنا للمحرقه. حاجه اخرى مش موجودين باش نشوهوا العباد. مثلا فما اسلوب يستعملوه بعض الاطراف معناتها باش يدخلوا معناتها الكره والبغضيه معناتها في ابناء الشعب التونسي. مثلا نعطيك حاجه، جهاد النكاح لا وجود له، ونتحدث سيد وزير الداخليه انه يجيب لنا امثله نتاع الضحايا اللي حكى عليهم وينهم، لا وجود له لهذه اللحظه. فهمت معناتها اذا كان فما حاجه. جاوبني على السؤال اللي طرحته، يعني التوانسه هذوما قادرين باش يعاودوا يحملوا السلاح في تونس، يعاودوا يقاتلوا في تونس، فما امكانيه. احنا باش نحكيو على الاشخاص اللي لم تلطخ ايديهم بالدماء، هذه اول حاجه. لم تلطخ ايديهم بالدماء اللي نجموا نحكيو معهم. بالنسبه للاشخاص هذوكم خليهم على الشارع، اللي تدخل ايديهم خليهم على الشارع. موضوع اخر، هذا الشعب التونسي يحكي معنا، الحكومه مهما كانت تجي الى اخره، احنا ديما حالين دينا للناس الكل باش نشوفوا حلول جذريه وواقعيه، ما نحبوش نقولوا كيما وضع الجزائري. هذه حاجه اخرى. بالنسبه للابناء نتاعنا لازمنا منظومه معناتها باش نحيوك الافكار هذيك، منظومه باش تكون تمثل، ما ليست متمثله بان مفتي ديار التونسيه موجود في جدران الوزاره، حاجنا باش يخرج يوعي
الشباب. ما حاشاش مفتي ديار تونسيه مع كل محبه ليه وكانه كاليوميه يقول لي ها رمضان جاء ها العيد جاء، لا، يخرج من جدران يكلم الشباب يوعيه. اين وزاره الشؤون الدينيه؟ احنا تو قادمين على رمضان مبارك وفما برشا تحضيرات، وصلنا برشا ريكلاماسيون من الاولياء اللي فما جماعات قاعد تحضر روحها باش تجند ابناء نتاعنا، جانا تحضر فيهم. يعني نطالبوا وزاره الشؤون الدينيه اللي برشا جوامع معناتها لم يقع تحييدها. فما نعطيك مثال زوز امثله وما نطولش عليك. مثلا عندك في سجنان امام كبير في العمر انزلوه بالقوه، وفما عباد ولات تسترزق، عباد التونسي تراوح السوم نتاعو من 3000 10000 دولار. علاش؟ خاطر يحبوا يعملوا الدوله الاسلاميه بعراق والشام، ومقاومه الدوله هي من الموظف الى موظف سامي. نكمل لك ساعه نرجع للموضوع نتاعنا اللي فما الشبكات مازالت تخدم على روحها، توليات اغنياء في سجنان في قرعه الكبرى. مثال صغير الدمغه حتى الاخ باش يعرف ندعم له كلامه، اللي فما شاب قاصر عمره 17 سنه هزوه الى محرقه بسوريا. وفما حاجه اخرى حديثه العهد تو في تونس في منطقه شعبيه، طفل مازال ما خلقش 17 سنه، طلعوا له بطاقه تعريف، طلعوا له باسبور، والبو نتاعو يتاكد لي اللي هو ما عطالوش ضمان ابوي. هذه موجوده. هو شوف تعقيب الكلام ونزيد نطرح سؤال وتجاوب فرد مره سي تهامي. فما حديث عن 700 مقاتل ما بينهم توانسه، برشا توانسه وجزائريين من سوريا ماشيين لبنغازي، دعوه معناتها باش يلبيوا دعوه انصار الشريعه الليبيه، يعني قربوا لتونس الناس هذوما سي تهامي. تخوف كبير. شوف خلينا نبدا بالمنهجيه. ما قاله صحيح، ثم أمر نحن نميز بين من تلطخت أيديهم بالدماء، فهؤلاء لا مكان لهم بيننا، والفيصل بيننا وبينهم هو القضاء التونسي. الجريمة جريمة إن وقعت في باكستان أو في تونس أو في سوريا. ثم هؤلاء الذين غرر بهم ولم يرتكبوا جرما وعادوا، فإن لنا دي سونتر ودي بسيكياتر ودي بسيكولوج يمكننا أن نحميهم من ذلك الفكر وأن يعودوا إلى الانتجراسيون، إعادة تأهيلهم. هذا أمر. الأمر الآخر ما يحدث الآن، وأنا أؤكد من هذا المكان بمعرفة دقيقة بالوضع الدولي، إن هؤلاء الذين يعودون الآن إلى بنغازي سيقبرون في بنغازي، والحرب محسومة في ليبيا، وسترون بعد أسابيع لن يبقى أثر للإرهابيين في ليبيا، لأن الشعب الليبي انتبه إلى أن المشروع الإخواني دخل لتفكيك الدولة عن طريق هذه المجموعات الإرهابية مهما كانت مسمياتها. والآن وقع الشعب الليبي الدرس، تجند بكل أطيافه الوطنية التقدمية وعلى رأسهم حفتر، وما رشوا حتى قوة أجنبية. حفتر هو مشروع وطني وهو رجل دولة يريد أن يعيد للدولة مؤسساتها، وليس كما يعتقد بعض التونسيين، وهو الآن مشروع رجل وطني لإنقاذ ليبيا وإعادة الدولة الليبية بمؤسساتها الطبيعية. ثم منين يجيك التأكيد هذا سي تهامي؟ أنا أعرف، أنا عندي أصدقائي في الائتلاف الوطني الليبي وهم قبل أن يظهر حفتر جاءوا إلينا في كأطراف سياسية وطنية تقدمية. بعضهم حتى كان يفكر في الهروب من ليبيا، مجموعات ائتلاف كامل، وأن يبدأ حكومة منفى من الخارج وأن يعود إلى ليبيا لإنقاذها، وهم على وعي وعلى دراية وتفاصيل دقيقة، يعرفون حتى أمراء الحرب الذين وراء هذا المشروع. والمفاجأة ربما التي لم ينتظروها كثيرا لكن فيما بعد توضحت هي ظهور حفتر على الساحة، باعتباره كان في الجيش الليبي، جمع الجيش الليبي وهو يرى أن الخطر الداهم الحقيقي لقتل الليبيين هو من أنصار الشريعة. ثم أمر آخر، ثم مجموعة ظهرت في ليبيا اسمها أولياء الدم. شكون أولياء الدم هذا؟ أولياء الدم هم عائلات الأطفال الصغار والأمهات والنساء والثكالى الذين قتلهم الإرهابيون، يعني أصبح بينهم من الليبيين بينهم وبين الإرهابيين ثأر، وهؤلاء كذلك ارتبطوا بقوة حفتر. ثم أمر آخر هو أن المؤتمر الليبي فاقد للشرعية، وهو الآن يجب أن يغادر. هو صحح، أنا أقول صحح مسار الثورة الليبية،
واعتقد انه فان المساله مساله وقت. تذكرين حينما قلت عن السيسي عن مرسي ان المساله في مصر هي تصحيح مسار الثوره، لاني اقرا الواقع في مصر، والان اقول لهم ان الامر في ليبيا هو كذلك تصحيح لمسار الثوره. وحتى الامريكان بعد ان كانوا يدعمون المشروع الاخواني هم تراجعوا الان. فالمشكل في من لم يعي ان الامريكان هم كذلك تراجعوا عن دعم الاخوان، وانتهى مشروع الإخوان المسلمين في الوطن العربي. يعني أنت ترى اللي من الجانب التونسي فورسيمون فما تخوف، ولكن يمكن نقولوا اللي جاينا يعني أنا أعتقد أن القادمة أفضل، مش بالخطورة اللي احنا خارجين منها. هم فلول سيهربون من ليبيا إلى تونس لمحاولة، هذا طبيعي، محاولة تطوير الحرب أو نشر الحرب في أماكن أخرى، ولكنهم لن يقدروا على ذلك. يكفي أن تكون الدولة يقظة وحاسمة على الحدود بيننا وبين ليبيا بالتعاون مع الجزائر، فإن الأمر سينتهي. ونحن نطلب من التونسيين الموجودين في ليبيا إن لم تتورط أيديهم في الدماء أن يعودوا إلى تونس سالمين غانمين، لكننا نخشى عليهم لأنهم إذا مسكوا فإن القانون الليبي سيطبق عليهم وهو الإعدام، وما نحبوش ثكالى وأمهات معناها من جديد يبكيوا على أبنائهم في ليبيا. لكن الحرب في ليبيا حسمت والقرار حسم، وليبيا ستعود دولة اعتبارية. واضح. نمشيو لموضوعنا الثاني وبحذانا سي حبيب الزميلي نحكيو على القضاة. روبورتاج ونرجع نحكيو. يوم 26 ماي 2012 أعلن وزير العدل السابق نور الدين البحيري عن إعفاء 82 قاضي من مهامهم، وبرر القرار بأنه كان نتيجة بحث واستقصاء دام مدة 4 شهور، كما نفى وجود أسباب سياسية وإيديولوجية وراء قرار الإقالة. تم عدد من السادة القضاة تم معناها اتخاذ قرار بإعفائهم من مهامهم، والإعفاء هذا إن شاء الله يتحال فيه ماشية أوامر السيد الوزير رئيس الحكومة تبقى القانون المنظم للسلطة القانونية لإمضائها، والإعفاء يكون بالتاريخ الأمس 26. نحن ما قمناش بعملية الإعفاء بشكل معناها متسرع، 4 شهور ونحن نبحث ونحن نتثبت في الملفات ونحن نستمع لكل الأطراف، وكل هذا مش على أساس فئوي أو على أساس موقف سياسي أو موقف ايديولوجي، هذا على اساس حمايه هيبه القضاء وحمايه سمعه القضاء. قرر نور الدين البحيري قبل وقتها اعتراض كل من نقابه وجمعيه القضاة اللي ابداوا احتراز على اعتماد اليه العزل وامكانيه تكرارها في المستقبل، واعتبروا انها تتنافى مقومات العداله الانتقاليه، وبلغ الامر حد دخول القضاة في اضراب مفتوح تنديدا بالاجراء. قال هذوما 82 ارتكبوا بما لا يدعو للشك جرائم اخلاقيه وجرائم ماليه. جينا احنا قلنا كي بما لا يدعو للشك، وانت ثابت عندك ارتكابهم الجرائم اخلاقيه وجرائم ماليه، شبيك ما وقفتهمش على الخدمه وحلتهم على التحقيق ويتحاكموا كيفهم كيف خلق ربي الكل؟ اسكو القاضي على راسه ريشه؟ خاطر القرار الاعفاء يتنافى اساسا مع العداله الانتقاليه اللي تقتضي الكشف على الحقيقه وتقتضي المحاسبه وتقتضي المحاكمه. انت لنا احرمتنا من كشف الحقيقة وحرمتنا من المحاسبة وحرمتنا من كل شيء. وفي أواخر جوان 2012 تراجعت وزارة العدل عن إدراج عدد من القضاة في قائمة 82 اللي يشملهم قرار الإعفاء بعد استكمال إجراءات الاستماع لكل القضاة المعفيين. خيار إصلاح القضاء لن يكون خيارا انفراديا من الوزارة فقط، ولن يكون خيارا فئويا يضم الوزارة والسادة القضاة. مؤخرا قررت المحكمة الإدارية إلغاء أوامر إعفاء 6 قضاة من قبل نور الدين البحيري لعدم احترام الإجراءات والصياغة القانونية، وهكا يصل عدد القضاة الجملي اللي تم إنصافهم من طرف المحكمة الإدارية ل 17 قاضي، لكن يبقى مصير عشرات القضاة المتبقين مجهول وسط مطالب من هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين بسحب قرارات الإعفاء وإحالة الملفات على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. فيما عبرت جمعية الدفاع عن القضاة المعفيين في أكثر من مناسبة عن أملها في تولي حكومة مهدي جمعة النظر في الملفات اللي ما زالت لم تراوح مكانها منذ 2 سنين، مع محاسبة من يثبت فسادهم جزائيا بعيدا عن أي شكل من أشكال التشفي والتوظيف السياسي. في المقابل تتواصل مساعي الهياكل القضائية لحلحلة هذا الملف.
ملف كبير، ملف مهم يخلي القضاة هذوما المعفيين يتلموا في جمعية على الأقل باش صوتهم يتسمع. للرجوع معك سي حبيب، كما ذكرنا الروبورتاج 82 قاضي تم إعفائهم من مهامهم من الأول، يعني كما قال نور الدين البحيري وقت اللي كان وزير عدل 4 أشهر هما يثبتوا لحماية هيبة وسمعة القضاء، هكا قال. ولكن اليوم 17 قاضي تم إنصافهم وإلغاء الأوامر اللي جات من وزارة العدل، ولكن والبقية بقية القضاة. شكرا على إتاحة هذه الفرصة. ومثل ما نشوفوا في الريبورتاج توا، هو سي نور الدين البحيري لا فائدة في الرجوع ل 2012، لأنه في الحقيقة في مثل هذه الأيام معناها وقتها هو القرار خذا 26 مايو وتبعاته 28 مايو 29 مايو، سبت عشية وقتها، سبت عشية دون إعلان الأسماء، لكن نهار الاثنين بالفاكس وبالتليفون، برمش يروح كل قاضي واحد يكلمه بالتليفون وواحد ما في بالهوش. على كل، هو وقتها سي نور الدين وجماعته كانوا وقتها يستمتعون بنشوة الانتقام، وهي تعبير عن صاديزم. خذوا القرار هذاك انتقاما من قضاة لا توجد ملفات حقيقية ضدهم، ما ثماش مبدأ مواجهة دون احترام الإجراءات القانونية. على كل حال، ولا رغم الظروف اللي في تونس تو، احنا كقضاة معفيين الحمد لله بدأت المحكمة الإدارية تصدر أحكاما تباعا بإلغاء قرارات الإعفاء، ونحن الآن نشعر بفرحة رغم في الظروف اللي مشومة في تونس، أما كمان ثم إنصاف. والمحكمة الإدارية الحقيقة معناها حتى في ظل المخلوع كانت منارة للعدل وتطبيق القانون. هذه قرارات وقع اتخاذها دون احترام الإجراءات القانونية، فيها عيب شكلي، فيها انحراف بالإجراءات، فيها هضم حقوق الإنسان وهو حق الدفاع، لأنه تو سي نور الدين يحكي 4 شهور وهو يبحث ويثبت، ما عيط لحتى واحد، معناها يمكنش 1 ولا 2 عيط له. اما المجموعه هذه الكل والى حد الان ما نجمش يجاوبنا علاش رجع 9، هو عفاه 82 ورجع 9 بالتدخلات رجعهم باش نكونوا واضحين. انت ما عندك شكون تدخلك؟ الله غالب. انا سي حبيب اصدر حكم الفايت من المحكمه هو لا وقتها يعني نحكي خاطر قال اللي تم رجاعهم بالتليفونات والحمد لله. انا المحكمه الاداريه انا واحد منها، معناها وصلت لحد الان 21 حكم اصدر في الغاء قرارات الاعفاء. المفروض انه تو سي نور الدين على الاقل يسكت شويه لانه هو وزير وحقوقي وقاري قانون، مي مالوريزمون ما مارسش المحاماه بالباهي، معناها في القانون الاداري ما يفهمش برشا، خاطر كان جاي يفهم ما ياخذش قرار نتاع عفاك ياك. وانا نعرف كاريري وانا عداه في شارع باب ما خدمش برشا قانون اداري. على كل، هذه المحكمه الاداريه تو نهارين في اذاعه اخرى يتحدث على انه هذه المحكمه الاداريه نظرت من حيث الشكل. هو قرار اداري صدر سي نور الدين البحيري، والشرعيه القانونيه لاي قرار اداري عندها شرعيه خارجيه وشرعيه داخليه، وكان يتواتي نهار ما يصيرش مستعد انا نفهم هذا، انه الانحراف بالاجراءات فيه مساس بالاصل، هضم حق الدفاع كحق من حقوق الانسان فيه مساس بالاصل. وزياده على ذلك، وعلاش تشكر المحكمه الاداريه، نون سيلمون ما اكتفتش بالناحيه الاجرائيه والشكليه، بل غاصت في عمق الملفات وطالبت وزاره العدل بمدها بالملفات المنسوبه لها القضاة هذه. انا واحد من الناس بعث لهم ورقه جيست ورقه رساله مجهوله المصدر، هذاك الملف اللي يحكي عليه نور الدين البحيري ويدور من اذاعه لاذاعه وتلفزه لتلفزه، وهضم فساد واوغلوا في الفساد، وهي المساله تتعلق بحرياتي الشخصيه، مش نحكي على روحي برك. واغلب الملفات ما ثماش ملفات ذبحها عائلات قصرنا وفي نفس الوقت عمل تعيينات اخرى زاد هو طبيعي جدا يعمل تعيينات اخرى، هو اللي حاجته بهم يخدم بهم، ماهيش مشكله هذيك بالنسبه لي. عشرات التعيينات، وانا قلتها في قناه تلفزيونيه اخرى ونعاودها تو، نقول لكم سي نور الدين البحيري كي جا وزاره العدل دمر القضاء. يكذب عليك، ما ثماش قاضي تو حتى اللي يخدموا تو ما دام سيف الاعفاء مسلط على رقبته ما ينجمش يخدم بكل اريحيه. وبكري تحكي انت كيفاش سيب ارهابيين وغير، اي قاضي يخدم خايف تو، يكذب عليك اللي يقول لك. هذه حاجه. 2 انه بعد ما الحكومه الثانيه نتاع سي العرايض مشى شد مستشار وهو رئيس حكومه فعلي الحقيقه، سي العرايض في الفقير معناها، ما هو رئيس الحكومه الفعلي وسي نور الدين البحيري، وهذاك علاش دمر الدوله التونسيه، واخشى ما اخشاه والله برشا شرفاء في النهضه باش يدمر حركه النهضه في حد ذاتها، لانه قرارات اعتباطيه ياخذها، والدليل ان المحكمه الاداريه قررت الكل الغاتها. احنا تو امام مشكله تو بصراحه. جوستومون انا حبيت تحكي لنا على المشكله اللي المشكله تو بالنسبه للسيد وزير العدل الحالي حافظ بن صالح، هو استاذ قانون اداري اختصاصه معناه، وهو محرج تو لانه لا مناصه من تنفيذ الاحكام الاداريه. علاش محرج مال؟
لا هو نعطيك على السي حافظ بن صالح صالح حتى في القناه الوطنيه سالوا الصحافي قالوا في موضوع القضاة المعفيين قالوا هو موضوع متعهده به المحكمه الاداريه واحنا مستعدين لتنفيذ الاحكام التي تصدر عن المحكمه الاداريه. هذه احكام ابتدائيه في الحقيقه هي. توا السياسيين يقول لك قابل للاستئناف واحد، وانا رسالتي للسيد مهدي جمعه باعتباره انه رئيس حكومه كفاءات وطنيه، حكومه غير متحزبه ولكن هي حكومه سياسيه تستطيع ان تتخذ قرارات سياسيه، وملفنا ما هوش ملف سياسي، هذا خطا قانوني. ما صحيح فيه شويه خلفيات سياسيه اما هو خطا قانوني من سي نور الدين البحيري. سي مهدي جمعه علاش جا في الحكومه هذه؟ وسي حافظ بن صالح علاش جا في الحكومه هذه؟ لتصحيح المسار، لمراجعه التعيينات، لانصاف المظلومين، هذه انصفتنا المحكمه الاداريه. ثم منشور من عهد الهادي نويره موزع على الادارات انه اي اداره يلزمها تستنفذ طرق الطعن الكل. هذه محكمه اداريه راهي مستمده التركيبه نتاعها وطريقه عملها من مجلس الدوله الفرنسي، فقه القضاء فيها مستقر. يعني اذا كان حكمت ابتدائيا بالغاء قرار في مدى تجاوز السلطه مثل الحاله اللي فيها احنا تو راهو في الاستئناف باش يكون الغاء. التداعيات نتاع عدم تنفيذ الاحكام الاداريه وعلاش احنا تو نادي سي مهدي جمعه ونبلغ له رساله من هالمنبر انه لا فائده من الطعن بالاستئناف، لانه الطعن بالاستئناف مآله باش يكون لصالح القضاة المعفيين. المحكمه الاداريه ما تنجمش تبدل رايها لانها عندها اتجاه فقه قضاء مستقر، هذه حاجه. اثنين، انه المعاناه نتاع القضاة باش تتواصل، مشردين بلاش مرتبات بلاش تغطيه اجتماعيه، ثم ناس ديالها عقلتها البنوك لانه ما عندوش شهريه ما عادش ينجم يخلص البنكه. ثلاثه، انه التعويضات الى حد الان في السنتين هذم ديجا الى حد الان هكا عمليه بسيطه. احنا 69 قاضي اللي قدمنا قضايا في المحكمه الاداريه، كتشوف التعويضات نتاع العامين هذم حوالي 3 مليون دينار، 3 مليارات معناها اذا كان ندخل التعويض. واذا تتواصل المعاناه تزيد تكثر التعويضات، واحنا نعرفوا حقيقه ميزانيه الدوله تو. دونك سي مهدي جمعه بصراحه في حاله كي هكا ما يلزمك. واحنا ثم حاجه اخرى ما قلناش لا سيدي نرجعوا نخدموا ما ثم شيء، مستعدين للمحاسبه. شكون يحاسبنا؟ احنا عملنا هيئه وقتيه للقضاء العدلي تحال عليها الملفات، اللي عنده خطا تاديبي يعاقب تاديبي كما حقه صار من الاول. يعني من الاول هو وقتها سي نور الدين وقتها في 26 ماي قال وقتها كي ما عندناش مجلس اعلى للقضاء نسيبوا الماء على البطيخ اللي هو وقتها موجود مجلس اعلى للقضاء. بعد بشهرين هزك الحركه وعمل المجلس على القضاء اللي هو موجود اللي قال مش موجود احياء، وهز الحركه سي منصف المرزوقي. وبكري تو تحكوا على سي منصف المرزوقي، انا بصراحه اتالم كي نشوف سي منصف يخدم هكاك. في ماي جاء سي نور الدين قال له لا ما عندكش حق تصحح في هذم العفايات، مش امر رئاسي، لا خاطيك ما تصححش. في سبتمبر هز له الحركه قال له ايه صح. اعطيني هنا المستشار القانوني نتاع رئيس الجمهوريه بربي كان نهار يردوا عليا. على الاقل يا سيدي سي منصف ما يفهمش، هو حقوقي ما يسالش، ما يفهمش مش اختصاصه دكتور. وموا اكيد عنده ولو نعرف انه زميلنا هو المستشار القانوني اللي عنده. وموا يقول له راهو اسمع في ماي ما صححتش، تصح في سبتمبر هذه فضيحه. تتوقع سي حبيب انه هيئه الحقيقه والكرامه تنجم تتدخل وتاخذ موقف يعني ولا تنصف؟ هو هيئه الحقيقه والكرامه احنا باش نمشوا لها كضحايا مش باش نمشوا لها متهمين. احنا باش نمشوا لها كضحايا من قرارات سي نور الدين. نعطيك علاش. لانه قانون العداله الانتقاليه ينطبق حتى ل 23 ديسمبر 2013 تاريخ صدوره. وشي نص هو الفصل الثاني منه، كل انسان انتهك حق من حقوقه الانسانيه انه عنده الحق يمشي لهيئه الحقيقه والكرامه. واظن ان حق الدفاع اللي ما تمتعناش به يخول لنا باش نمشي نشكو سي نور الدين لهيئه الحقيقه والكرامه. مي مره لازم هيئه الحقيقه والكرامه فيها مشكله. شنو هو المشكله؟ تو كيف مدام علا بالنجمه زميلتي محاميه وما عندي ما نشكك حتى نظاميتها عضوه وانا باش نشكي بسي الفاضل السايح. باش نعمل؟ سي نورمال هو المستشار الخاص نتاع وزير العدل، واللجنه اللي شكلها سي نور الدين البحيري في وزاره العدل اللي عدات قائمه العفايات فيها سي نور الدين، فيها سي ذهب محمود، فيها سي الفاضل السايحي، فيها سعيد ولا السيد الفرجاني والله انا تو ما نعرفش اسمه، قريته بالفرنسيه مره. شنو علاقتها هي به الاستاذ بالنجمه سي الفاضل السايحي؟ زوجته. زوجته هي انا باش نمشي مباشره معك زيد خاطر انت متابع للملف. وقت اللي الاعلام خرج مع بعض الساده القضاة هذوما اللي معناها انتهكت الحقوق نتاعهم وكشف لنا الوضعيه اللي هم عايشين فيها، وقت اللي قالوا قضاة فاسدين وتم استبعادهم تصورنا ناس عايشه في قصور وعندها كراهب وفلوس الى اخره، فاكتشفنا
انه فهمتني ناس موظفين شهاره فهمتني كيفنا نحن، وتصور معناها شهر تقص عليه الشهريه بتاعه وتقصت عليهم الضوء، وفيهم اللي معناها عطيه جاره الخيط نتاع ضوء، واللي مريض ما عادش لاقي فهمتني باش يداوي وعنده امراض مزمنه الى اخره، ماساه وكارثه انسانيه. هذاك علاش اللي نحب نقوله لسي حافظ بن صالح السيد وزيد عدل المحترم، استئنافكم لهذه القضيه نتاع القضاة فهمتني هذوما الاحكام اللي صدرت عن المحكمه الاداريه راهو تورط منكم في الجريمه ضد هالناس فهمتني هذوما. نعاود استئنافكم بالقضايا ضد القضاة فهمتني هذوما اللي وقع ظلما وجورا العزل العفاف فهمتني نتاعهم، راهو مساهمه في الجريمه اللي ارتكبت في حقهم. وما دام نحكيو على القضايا نتاع المحكمه الاداريه، نحب نذكر انه العقيد لطفي القلمامي وزاره الداخليه اصدر الفايت وحكم من المحكمه الاداريه باش يرجع يخدم، راهو ما هوش مقبول لا من وزير الداخليه ولا من رئيس الحكومه انه يتصدى لتنفيذ هذا الحكم مهما كانت الاسباب ومهما كانت المبررات، والا المحكمه الاداريه اللي هي موجوده باش تنصف الناس من التجاوز نتاع السلطه نتاع الحكومه. اذا كان المحكمه الاداريه تصدر في احكام وانتم ما تنفذوهاش، شو معناها؟ معناها احكامها تبلهم هي والمستحقين وينفخوهم في يشربوا في انتمائهم، وقت عاد في الحاله هذه نتساءل شنو هي وجودها هالمحكمه هذه اذا كان احكامها لا تنفذ. هذاك علاش من الضروري انه ونحن في نحكيو توا على مرحله جديده نتاع اصلاح قضاء، راهو تنفيذ احكام المحكمه الاداريه راهي حد فاصل ما بين الأنظمة الديمقراطية وما بين الاستبداد. واضح. سي تهامي نختم معك. أنا مطلع على ملف سي الحبيب وكنت في قناة أخرى قريت حتى ماذا أرسله الوزير المذكور للمحكمة الإدارية، كان كارثة. يعني واحد مختص في القانون يقول في الرد على المحكمة الإدارية نسب إليه وحيث إنه لم يدفع بخلاف ذلك. شوف معناها به. اثنين، وانا مطلع على الملف. الامر الثاني، هناك وصمه عار في تاريخ العداله التونسيه. الوصمه الاولى هي ما حدث في حق القضاة باعفائهم دون محاكمات عادله، وجماعه النهضه هي التي كانت قد عانت ايام بن علي من المحاكمات غير العادله ومن الشبهات. ثم وصمة العار الثانية وهي كارثية الآن، هي كيف أن المحكمة الإدارية هي التي كانت تنصفهم وتنصف المعارضة التونسية، المرزوقي وأترابه وكل من كان يرسله نظام بن علي، ولكنهم اليوم يوقفون ويعطلون أحكام المحكمة الإدارية. عشرات النيابات الخصوصية، خذ مثال نيابة سكرة، ولم يطبقوا عليها قوانين المحكمة الإدارية. وأنا أعتقد أنه باسم ذلك التفويض الشعب أتوجه إلى السيد رئيس الحكومة، إنه عليك أولا أن تثبت أنك تنتصر للقانون بأن تأمر بتطبيق كل أحكام المحكمة الإدارية، لأن المحكمة الإدارية هي السلطة قضائيا السلطة العليا بالنسبة إلى القضاء بشكل عام، حتى لا تكون مواصلة للحكومات السابقة. ويظهر لي برشا رسائل مشيت اليوم متوجهة لرئيس الحكومة وفي ملف القضاة، في ملف اللي راجعين. حينما شوف فقط حينما وقت اللي تم إعفائه عندهم قاضي هو أكثر القضاة فسادا، تم ترقيته وله الآن رتبة عظيمة في القضاء التونسي. الدستور ما عادش عندنا وقت، ما عادش عندنا وقت، ما عادش عندنا وقت. فصل يحجر الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائيه. واضح. هذا يعني في الدستور واضح. احنا كنا باش نوجهوا كجمعيه وكامهات وكعائلات الى قدام قصر قرطاج او كهف قرطاج هذيك باش نحكيوا مع السيد الرئيس، لكن اجلناه هذه. لكن باش نتوجهوا غير بركة نترحموا على الشهداء اللي توفوا في قصرين، لكن باش توجهوا الى قصر قرطاج باش نوقف الظلم على التوانسه اللي في الخارج. واضح. شكرا لك محمد قبيل برجب، سي تهامي العبدولي، سي حبيب الزمالي، زيد الهاني، سي هشام بوعدي. شكرا لكم الكل. خليكم انا مع ايمن نقدم لكم تيتي كاش، ورفقا بهذه البلاد وحب البلاد هذيا يظهر لي بهذه نجموا نقدموا في لمن الناس كل.